هلوز يا حلوين. بقالي فترة الولاد زن 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 نفسهم في الحمام، يمين شمال مفيش فايدة، كنت بكسل جدا. فقررت بقى النهاردة ابدع لهم في شوية حمام حلوين، يعني مش معقول بعد كل ده ما نعملش حمام حلو. بس فقلت ايه، نظبط بقى شوية حمام حلوين كده. فجبت حمام حجمه كبير عشان ما يتفتحش مننا. دي الدرجة بقى اللي انا محتاجاها، مش عايزاها تقعد اكتر من كده عشان لو قعدت اكتر من كده البصل هيمرر. دي حلوة قوي كده الدرجة دي. هنحط الرز بقى وحبة شوربة ونسيبها تستوي نص تسوية، يعني الرز يستوي نص تسوية. وغسلته ونضفته تمام كل حاجة وفصلته عن المية اللي بتنزل منه. قلنا بقى نظبط الرز بتاع الحمام. التركات بتاعت الحمام، احسن حاجة للحمام عشان يطلع حلو معانا ان احنا نعمل له بصل كتير قوي والفلفل الاسود، دول اكتر حاجتين بيحلوا الحمام جدا. بس فانا جبت على جوزين الحمام، جبت حوالي 3 بصلات كبار، هنقطعهم ونسيبهم يكرملوا على الهادي مع معلقه سمنه. ونحط بقى ايه فلفل اسود مثلا معلقتين حلوين كده تمام، وشويه ايه ملح. انا ما بحبش احط توابل كتير، ممكن رشه جوز الطيب بسيطه. احلى حاجه ان هو يبقى سيمبل كده، ملح وفلفل ورشه جوز الطيب بسيطه، وممكن اللي حابب يحط قرفه بس. ونقلبهم كده يتشوح الرز بعد ما نحط البصل يتشوح على الهادي، يتكرمل على الهادي. هنكون غاسلين الرز ونضيف الرز نقلبه معاه. هنضيف بقى نص كمية الشوربة او المية اللي الرز بيحتاجها، بس تكون سخنة، ونسيبه يستوي يشرب المية خالص. وبعد كده هيكون استوى نص تسوية، نسيبه يبرد عشان نعرف نحشي بيه الحمام. خلاص دي درجة التسوية اللي انا محتاجاها، والرز مفلفل. نسيبه بقى يهدى عشان نعرف ايه نحشي بيه كويس الحمام. نيجي بقى للحمام. الحمام عشان نحشيه في طريقتين، يا اما نفتحه من عند الجلد بتاع البطن او الجلد بتاع الرقبه. انا عن نفسي بحب افتحه من عند جلد الرقبه، في ناس كتيره بتحب تفتحه من عند جلد البطن. بس في كلتا الحالتين لازم نخلي بالنا ان احنا ما نحشيهوش جامد عشان ما يفرقعش مننا او الجلد يتفتح لما الرز يستوي، لما نيجي نسلقه او نسويه في الفرن. فانا هفتحه بالراحه، افصل الطبقه اللي بين الجلد واللحم، ونحشيه بالراحه كده وما نزودش الحشو عشان ما يفرقعش مننا. نعمل حساب ان الرز بيكمل تسويته هيضغط على الجلد زياده فممكن يفتح مننا. برضو واحنا بنشتري الحمام نحاول نختار حمام يكون كبير شويه، حجمه كبير، عشان كل ما كان الحمام صغير بيبقى سهل ان هو يفرقع بعد التسويه او اثناء التسويه. وبرضو نأكد على الفراجي وهو بينظف الحمام يخلي باله ان يحافظ على الجلد سليم. هنحشي الحمام واحده واحده كده، وزي ما قلنا ان احنا ما نزودش الحشو بتاعه. بعد كده في طريقتين لتسويه الحمام، لا اما هنسلقه عادي في ميه سخنه وده بياخد حوالي ساعه الا ربع، او هنحطه في سيرفيس ونحط فيه ميه ونحط فيه بوكيه جرنيه، بصل، جزر، فلفل حب، وهنحطه في فرن ساخن مسبقا ونغطيه كويس، وبرده هياخد حوالي بالظبط ساعه الا ربع. تمام. فاحنا بقى ايه هنشيله. طبعا ما تنسوش تملحوا الشوربه. هنشيله من الشوربه اهو، نحطه هنا كده. وبهاره بقى الشوربه بتاعته بتعمل يعني بصل، جزر، طماطم، بوكي جرنيه. انا كنت حاطه زعتر. تمام. وانتوا بتشيلوه تخلوه على ظهره مش على بطنه، عشان لو على بطنه ممكن يفرقع. يعني تطلعوه تحطوه على ظهره كده لحد ما يهدى. بعد كده بقى ايه نعمل له الخلطه اللي هنحمره بيها. عاملين حفله النهارده نسبة الحمام. طبعا شوربة الحمام دي يعني شوربة ولا اروع. يعني بقى ايه محاشي، محدش يرمي الشوربة يا جماعة. يعني ممكن تركزوها عشان ما تاخدش سبيس ومساحة في الفريزر. ركزوها تبقى concentrated كده وفي اكياس، وتحطوها في الفريزر او في بورشنز كده، وتطلعوا منها تستخدموها عشان ما تاخدش مساحة. ركزوها لو هي حجمها كبير. انا طلعتها كده خلاص، هسيبها بقى تهدى وايه، ونعمل الرز بالكبد ودبس الرمان بتاعه. تمام.
خلص اهو. سيبه بقى يهدى شويه. تمام، بالظبط ساعه الا ربع، عشان لو هيقعد اكتر من كده ممكن يفتح منكم. ومحطوط على ظهره اهو. تمام، يهدى وبعد كده بقى ايه نحمره. طاستنا الحلوه اهي عشان نعمل فيها الرز. انا بحب اعمل الاكل في ستانلس او في زهر. تمام، بس الستانلس اكتر لما تعوز تكرمل حاجه او تسويها على الهادي. طبعا الزهر، بس مش كل الناس بتعرف تتعامل مع الحديد الزهر، يعني لان هو بيصدي بسرعه. تمام، هنحطها اهو. قطعت الكبد والكلاوي صغير، شايفينه اهو. قطعت الكبد والكلاوي صغير اهو. تمام، هنشوحهم بقى مع البصل المكرمل ده، وبعد كده ننزل عليهم بقى بدبس الرمان. عندنا انا بصل كنت مكرملاه، هنزل عليه بقى بالكبد والقوانص اللي انا مقطعاها، هنديهم معاها تشويحه، نحط ملح وفلفل، وبعد كده ننزل بدبس الرمان. خد تشويحه كده وريحته طلعت. الرز بتاعنا اللي كنا مسوينه نص تسويه بتاع الحمام، انا كنت مزوده شويه وعامله حساب ان انا هعمل رز بالكبد، فضفته. وبعد كده هنضيف شويه شوربه ونسيبهم بقى يستووا على الهادي. بعد كده نروح نحمر الحمام. نيجي بقى للخلطه اللي هنتبل بيها الحمام عشان نعرف نحمره. شويه لبن بسيط، معلقه صلصه، ولو حد عنده قشطه هتبقى حلوه قوي، وشويه ملح وفلفل